السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ربعنا ضعيفين شوي، ماشي. البطارية ضعيف يا شباب. يا أخوان لو معك الآن 37,000 راح تشتري سيارة ودخلت المعارض لقيت لك ديدسون 98 اللي خشتها واقفة، يوم حطيت اسمتها على المفتاح قالت ما في أمل، دق سلف ثانية ولا تشتغل بجنبه مرة واحدة، يوم حطيت المفتاح قالت الرياض مشينا يلا. وانت تشتري وانت تجزم عليه، هل تجزم على ذيك اللي ما اشتغلت؟ فهكذا يا احبتي في الله نعرف السيارة من اول نقرة هل هي قوية ولا ضعيفة. فالمسلم ايضا من اول نقرة تعرفه. لقلت السلام عليكم ورحمة الله وبركاته قال السلام. ترى البطارية ضعيفة شوي تبي شحن، والله بعضهم لا تسلم بعد. لقلت السلام عليكم قال على طول ما في نفس من كفر بجنبه، لأن السيارة لما دقيت بوري ما بطارية وش تقول؟ تولع النور ما يشتغل النور ما تشوف. فهكذا المسلم إذا كان ما في بطارية عنده ما يشتغل صح، لكن لا شحنت البطارية قل له السلام عليكم، تقول السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هذا الإيمان على طول. مثل سن الرياض مشينا، أنت أول ما ترد السلام يقولك الجنة مشينا على طول. فحبتي في الله لعل البطارية اشتغلت شوي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هو كبار بعادي الفردوس الأعلى إن شاء الله بعد عمر طويل. فقبل ما أبدأ حبتي في الله أعرفكم بنفسي ودكم. هو كبار أخوكم في الله عبد الكريم مشيقح، استشاري فرفشة شباب، تخصص حور عين، ماجستير عدم جرح مشاعر، وأيضا المشيقح. ثم يقول لي أنا وإياكم بها الرفحة قل الحمد لله. أنت قل الحمد لله. فكما سمعنا أمر التسبيح نسمع أمر الحمد، فنقول الحمد لله رب العالمين الذي جمعني أنا في معكم في هذا المكان المبارك. والله يا هالرفحة لكم الشرف أن تجلسون معي. واوك لا استعجلوا شوي جزاكم الله خير اصبروا. كما أن لي الفخر أنا أجلس معكم. ليش؟ لأني جلست معكم نقول لا إله إلا الله، نتحدث بفضل الله، نتحدث بنعم الله سبحانه وتعالى. ليس الفخر أنك تجالس المسكين، لا والله لا، بل الفخر لأننا نتكلم عن الله سبحانه وتعالى. قبل 5 سنوات كنا بالكويت، ففي ألماني جزاه الله خير، تعرفون الألمانيين مزيين شوي صح؟ فهالألماني هذا يقول يا أبو عمر، والله يا أبو عمر يقول من أنا صغير وأنا تفكر بشعري وعيوني على شعر الألماني ناعم شوي صح ولا لا؟ مو مثل بعض الناس عندنا شعره شيت. لا إله إلا الله. عندنا نادي ببريدة جابوا مدرب كوري للطائرة، درب الفريق طائرة، فقال لهم المدرب يا شباب بعد 3 أيام عندنا مباراة، يوم المباراة جزاكم الله خير سرحوا شعوركم بالسشوار عشان يصير شعركم ناعم، لأن قدر الواحد يبكبس يقول شعره كذا. قال حد الأخوان قال يا كابتن، قال نعم، قال شفت هذا؟ قال إيه؟ قال هذا والله لو يطلع شعره مع الطيار ما يتحرك. أسيام الدعوة. فالألماني هذا رزق والله شعر جميل ووجه جميل وتكامل الخلق. فلذلك يقول يا أبو عمر يوم أنا صغير وأنا أناظر بشعري ووجهي وجسمي وأقول هذا من الله، كيف أقول لله شكرا؟ النصرانية ما تقدم علاقة مع الله، ما تقول ما يتكلم النصراني مع الله، لا يتكلم مع القسيس. يا أخوان النصراني إذا أذنب كيف يسوي؟ وشلون يستغفر؟ يذهب للكنيسة يدفع $5، يدفع $5 ثم يقول القسيس رح غفرنا لك. رجال ورا مصور متغبي يقول رح غفرنا لك. لكن إذا جت بنت عمرها 15 مذنبة وش يسوون به؟ ما تدفع $5. أعلمكم وكملوا الباقي أنتم، لأن مشفر القضية ما يدخل على يدي. فأحبتي في الله يقول هذا الرجل يا والله من أمر صغير يقول أقول أرى هذه النعم فودي أقول لله شكرا. كيف أتعامل مع الله؟ لما بلغ عمري 17 سنة أهدى إلي واحد ترجمة كلمات معنى القرآن، وإذا أول شيء فيها الحمد لله رب العالمين. يقول والله جلست 4 شهور وأنا أقول الحمد لله رب العالمين. فأنا من هذا المجلس أقول الحمد لله.
كما ينبغي لجلال وجهه وعظمة سلطانه سبحانه وتعالى. أتحداكم يا الرفحة كلكم، وتحدى البريد كلهم معكم، وتحدى العالم كلهم. أتحدى كل واحد جالس الآن يعلمن ايش يفكر به اللي جنبه. تدري تدري ايش يفكر اللي جنبك؟ قد واحد يقول حطوني بجنب هالدبي ودي اغير مثاني يا شيخ، واحد يقول حطوني بجنب المتود ذا يا شيخ، وده يقول وش انا جالس عند هدري علينا ما ادري ايش يقول. ولكن الله سبحانه وتعالى وهو مستوى على عرشه يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. أعظم ما تجد في صحيفتك يوم القيامة لا إله إلا الله. آخر ما تموت عليه لا إله إلا الله. أول ما تعلم لا إله إلا الله. أعظم كلمة بالإسلام ليست سبحان الله وبحمده، ليست لا حول ولا قوة إلا بالله. أعظم شيء بالدين هي كلمة لا إله إلا الله. جاء من حديث أبي سعيد عند النسائي قال صلى الله عليه وسلم قال موسى يا ربي علمني كلاما أذكرك وأدعوك به. قال الله عز وجل يا موسى قل لا إله إلا الله. قال يا ربي كل عبادك يقولون لا إله إلا الله، كل عبادك يقولون هذا. قال الله جل جلاله يا موسى لو أن السماوات السبع وعمرهن غيري والأراضين السبع، لو أن العرش والكرسي والجنة وما فيها من حور وقصور وأنهار وثمار والسماء السابعة والبيت المعمور والملائكة، كم في السماء من ملائكة؟ يقول النبي عليه السلام وجود اسنادها الألباني رحمه الله قال أتسمعون ما أسمع؟ قالوا والله ما نسمع شيئا. قال والذي نفسي بيدي إني لأسمع أطيط السماء تتزعزع وما تلام تئط ما فيها موضع 4 أصابع إلا ملك ساجد أو قائم. جميع الملائكة ضعهم في كفة الميزان. السماء الأولى، السماء الثانية، السماء الثالثة، الرابعة، الخامسة، السادسة، السابعة، جميع الملائكة. تريد أحدثك عن ملك واحد، ملك من الملائكة جبريل عليه السلام. روى ابن كثير رحمه الله قال رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم جبريل على صورته له 600 جناح، الجناح الواحد يسد الأفق يتساقط منه مثل التهاويل من الذر واليواقيت. ضع جبريل عليه السلام في كفة الميزان، وإسرافيل والصور وميكائيل والنار وخزنة النار وعذاب النار وأنكال النار. لو أن السماوات السبع وعامرهن غيري والأرضين السبع، الجبال، البحار، الأنهار، الجن، الإنس، القعر، القعوسة، البعارصة، الخنافس، الأسماك، الحيوانات، الطيور، الأشجار، لو أن السماوات السبع وعامرهن غيري والأرضين السبع في كفة ولا إله إلا الله في كفة مالت بهن لا إله إلا الله.